المادة يا مستر؟ كنا خدنا قبل كده يا مستري أن المادة هي كل ما له كتلة. بس لا وحاجة بس ويشغل حيزا. يبقى المادة هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز. تمام، حيز يعني مساحة. تمام. طيب المادة دي بتتكون من ايه؟ تعال بص يا صديقي، المادة تتكون من حاجة أصغر منها اسمها الجزيئات. سمعتك فعلا، خدناها لاسم تاني اسمه جسيمات. والجسيمات تتكون من حاجة اسمها ذرات. طيب ايه هي الذرة يا مستري؟ الذرة يا صديقي هي اللي بيتكون منها المواد. يبقى هي وحدة ايه؟ بناء بس وتركيب جميع المواد. يبقى اي مادة بتتكون وتتركب من ذرات. ما تديني مثال يا مستر للذرات؟ كلنا عارفين ان احنا بلد حضارة 7000 سنة، الفراعنة، وكان من ضمن الآثار اللي سابوها عندك صديقنا أبو الهول، بس صديق قديم شوية، عندنا الهرم. طب مصنوعين منين دولت؟ مصنوعين من مادة اسمها الحجر الجيري. يبقى صخر الحجر الجيري موجود فيه مادة اسمها كربونات الكالسيوم. يبقى الحجر الجيري الصخر ده فيه مادة اسمها كربونات الكالسيوم، ادي المادة. طب المادة هتتكون من ايه؟ المادة هتتكون من جزيئات اسمها جزيئات كربونات الكالسيوم، وجزيئات كربونات الكالسيوم هتتكون من ذرات كربونات الكالسيوم. مين بيعرف يعد يا صديقي؟ انا عديتهم خلاص يا مستر، ده هم عبارة عن 5. فعلا هم 5. عد كده: 1 2 3 4 5. طب الخمسة دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحدة كالسيوم ذرة، وعبارة عن واحدة كربون، وعبارة عن 3 أكسجين. قال لا يعني كلهم 5؟ طب هو ده رمز ايه يا مستر؟ ده رمز ايه يا مستر؟ ده رمز ايه يا مستر؟ هنعرف. مش بقول لك مادة شيقة، مادة لذيذة، كلها شغف جميل ليك.